إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بنعمة الكتاب وخلوة المختار السواد أحمد من على الورى السفاه بخلق به لا سواه أمداه بالنصر والنساب ما دمت قادرا على الكلام أمداه بالنصر والنساب ما دمت قادرا على الكلام هداك غيث فتوى من اهتدى وجاءك ليس فتوى من اهتدى أزكى صلاتي عليه وعلى جملة آله وصحبه الملام بلا يؤمن ووجه أسلم لا وبالإحسان سير أقدم بالمصطفى له موت وفوز إذ جنة الخلد بهذا العوز بان لنا معا بلا التباس قول بعبد الله خير الناس بان لنا معا بلا التباس قول بعبد الله خير الناس بان لنا معا بلا التباس قول بعبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام قول رسول الله للخلق إمام بان بقولي بل هداه يوم ألست فلا سواه بابي الأجداد والآباء بيتل الآباء والحجماء في كل الأرض والسماء وخلق الرجال والنساء كاد له الخديم بتقديمه قبل سوء الخلق والتكريم جزاء من أتى الجمال ومن نساه فله النيام جسبنا لله بالتوحيد وبالعبادة ما تميل جاد نفس وجاد الإله حتى قام الدين واختل الهدى جاد صدر من إخلاء كلمة الإله سلالاي كما سملوا بكون بشير بإذن ربي وكون نذير جعل الله خديم حضرتي وجعلني جل في حرمتي دعا إلى الله على بصيرة بسراج نقية منيرة دعاء قد كان في
حسنة للجبر والعلاج دار الورى بالحق في الأقوال لولي ربه وفي الأفعال دام له بساسة والقلب حما عن قصد سواه ربه دعوى قلوب الأتقياء بالأدب وباء الأصفياء بالعدب دام كتابه شفاء الأتقياء درا كما دام سخاء الأصفياء دعوت ربي والوالي يجيب كوني عبد الله خادم النبي هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبع من اتبع قسم وسلام هو الرئيس في السماء والأرض يلوذ فيها مساء ويمضي هداه يسمى من ولجا في بإذن الله فاز والنجاة عباده مغفرة لا تنتهي لأن ملك ربي لا ينتهي عباده من عباد الأنبياء والمرسلين وعباد الأولياء هب لي يا ربي بجاه الوسيل كوني له هنا وفي غد قديم وجهت وجهي اليوم للإله وقائدي لهم يا عبد الله وثقت بالله وبالرسول وكوني الحمد لرسولي وجهت وجهي لله بابتلاء خير الورى وتجيبي سلام هدوء المتبع شيخ الورى أسهر من شمس الدول سوى التراب ومن القلوب والمغارب ما كل كل حالب وهارب وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأذكر لك بالمصطفى جلي بكون عبدك زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأسياء زينة بها تزين الورى ويسهم بالرزق تقررا زينة زاهر وباطن ما كوني خادما له متبعا زيت في حج الورى منصرفا قلبا وقالبا لوجه المصطفى سال الذي غسله ما سانا ما سنه إبليس سبحانا سال الذي غسله ما سانا ما سنه إبليس سبحانا سال الذي غسله سوى الفساد وقادنا إلى سعادة الفساد زين في دنياي وأخراي
ولتكفني بجاه رزايا حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حسنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناصحة كل سبل هزي بالإخاء والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة عاش من الوهاب ما لم يرمي لسمه بأدب وكرم حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من الإكرام حب الذين اتقوا في الفلاح وباع من لم يتبعه بالكلام قل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائل بجاه وسيم تعرف فؤادي وخلقت عينا لما على المدين سيرت أولى طيب نفسي وعقل عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون سرعة البديع لي بجال المصطفى لأستقيم تعالى مقامه مقامات الرجال وخاب خير الخبير ذي الجلال تهله الخلوص من عيوبي بشق صدري وترموني تعالوا في سائر وباطني من كل عيب بارز وكامل طلبت أن أنجو من نفاقي بي وكوني حسن الأخلاق طلبت أن أنجو